ازيكم عاملين ايه النهارده؟ النهارده هتكلم في موضوع الغيره. بس مش الغيره من المنظور ان احنا بنغير على حد او بنغير من حد عشان حاجه. لا، هو احنا هنستخدم الغيره في ان احنا نطلع الشغف او القيم او الحاجات اللي احنا بنحبها. ساعات كتير لما حد يسالنا هو انت بتحب ايه، هو انت نفسك في ايه، بنعطل شويه كده. فاحنا هنشوف احنا لما بنشوف حد ايه اللي بيخلينا نبقى بنحسده او بنغبطه، لو الناس مش حابه تستخدم الحسد، ان احنا ايه غيرانين من الحاجه دي. فهي دي بالظبط الحاجات اللي احنا بنحبها. لان انا لما بتغاظ من حاجه او بغير من حد، ده معناه ان انا في حاجه نفسي اعملها زيه، او في حاجه هنا خبطت معايا ان انا نفسي اعيشها. مثلا لو انا ما بشوف ناس بترسم او ناجحه في مجال الرسم او ناجحه في مجال العمل مثلا او البيزنس ايا كان، هشوف نفسي انا مثلا امتى ببص كده يلفت انتباهي واقول ايه يا بخته مثلا، يا انا، او ابقى مش حابب اشوف النجاح ده. دي مش حاجه وحشه، هي عندنا كلنا كطبيعه بشريه. بس احنا بدل ما ان احنا نقعد ايه نمسكها ونقول لا انا حسدت ده، انا غيرت من ده، فهنستخدمها النهارده استخدام ايجابي او استخدام مختلف. ان انا هشوفها وامسكها كده الاحساس ده واكلمه اقول له هو انت غيران ليه في الموضوع ده؟ انت مثلا عايز تبقى غني؟ انت هنا الغيره او الغيظ دول معناهم ان انا في قيمه انا مش عارفه اوصلها، حاجه نفسي فيها او قيمه انا بحبها ومش عارفه اعيشها، مثلا النجاح او الحب او الشهره او الفلوس. ده انا في حاجات تانية مش كل الناس على فكرة في الحاجات دي زي بعض. يعني في ناس مثلا ممكن لما تشوف حد معاه فلوس ما يهمهاش، بتشوف حد يعني ناجح مش ده اللي يهمها. لكن ما تشوف مثلا حد ايه بيفيد الناس او بيعمل حاجة الناس كلها بتستفيد منها ممكن يجيله، والعكس طبعا. ومش غلط، وده مش غلط وده مش غلط، بس احنا هنستخدمه ايه كأداة. يعني احنا هنحاول ان احنا بدل ما نبص للغيرة او للحسد بتاعنا او للغيظ ان احنا نبصله بمنظور سلبي. احنا طبعا مش بنشجع عليه، بس انا بقول ايه دي نظرة مختلفة ان احنا هنستخدمه، هنخليه مؤشر. فهمسكه كده واقعد اكتب بقى ايه الحاجات اللي انا اتضايقت او استفزتني في حد قدامي، او لما حد جاب سيرتها وقال انا هعمل كذا انا غيرت، حسيت ايه ده، لا انا اتضايقت، انا مش عاوز حد يعمل الحاجة دي قبليه، او مش عاوز حد يعمل الحاجة دي احسن مني. انا مثلا على سبيل المثال عندي هواية من زمان جدا واشتغلت فيها، كانت حرفة، ان انا بحب اصنع شموع. فجات في فترة انا كنت ببيع الشموع دي وعاملة مشروع، بس الموضوع ده انا ما كنتش عاملاه كده، انا بحبه جدا لحد دلوقتي. فسمعت واحدة كده مدربة او صاحبتي قالت ان هي هتعمل موضوع الشموع ده وهتعمله مشروع. فانا اتضايقت جدا واتغصت، حسيت انها ايه بتتكلم عن حاجة بتاعتي، يعني انا غيرت على الموضوع. فقلت ايه ده، هو انا ليه اتضايقت قوي كده؟ هي قالت على كذا حاجة بس ما فرقوش معايا، بس الموضوع ده لا، حسيت ان لا انا مش عاوزاكي تعملي الموضوع، عاوزة انا اللي اعمله. فين الاطفال لما لا دي بتاعتي؟ فحسيت كده، حسيت ان فقعدت مع نفسي قلت ايوه، عشان الحاجة دي انا بحبها، عشان الحاجة دي هواية جامدة وشغف انا مش عاوزة حد يسبقني فيه. فده كشف لي ان انا لا، انا الموضوع ده من الحاجات المهمة. انا عملت مثلا في اتجاهات كتير او جربت حاجات كتير، بس لا ده معلم معايا. يبقى اذا انا بحب الحاجة دي زيادة مع ان انا متوقفة عنه سنين، بس لا انا هرجع بقى اعمله او لما الظروف تبقى مناسبة. ده مثال ليه بقى، لان انا هنا لا، الموضوع هنا معلق معايا، انا حاسة ان الحاجة دي تخصني او الحاجة دي لا ليا فيها حاجة. فده مثلا مثال، فخلاني طرقت في دماغي فكرة ان انا لما بتضايق من حاجة او لما حاجة بتستفزني انا ممكن استفيد من الموضوع ده او استخدمه ان انا اكتشف عن نفسي حاجة. لان اغلبنا اصلا مشكلتنا ان احنا مش عارفين بنحب ايه، مش مكتشفين نفسنا قوي، مش عارفين ايه الحاجة اللي بتحركنا حتى في القيم او في الحاجات العامة. اللي هو انت بتحب ايه مش عارف، طب انت عايز توصل لايه، اغلبنا يعني مش عارف. فنقعد بقى نكتب كنا بنحب ايه في الطفولة ونعمل، دي تولز كويسة. ولكن في تول سريعة جدا اهي ومباشرة، انت شوف انت متغاظ من ايه في الاخرين مش عندك، هتعرف على طول ان دي اهدافك، بدل ما تقعد تحط بقى اهداف وكده. او حتى ممكن تكون بتحط بس ده هيبقى انستنت كده، حاجة لحظية وحاجة مشاعرية ان انت دي الحاجة اللي بتحبها. لان دايما الترند دلوقتي ان احنا نعمل الحاجة اللي بنحبها او الشغف ايا كان بقى احنا متفقين مع ده او لا. ولكن لو احنا هنمشي في السكة دي الموضوع ده مساعد جدا. انا هشوف انا غضبان من ايه، عشان معنى ان انا غضبان من حاجة او غيران من حاجة
ان انا مش ملبيها، دي حاجة عندي انا نفسي فيها واحتياج انا مش ملبيه، حتى لو حاجة تانية خارج الشغف. ان انا مثلا شفت ايه، حد عنده فلوس مثلا، او شفت حد عنده اصدقاء، يبقى انا هنا انا نفسي يبقى عندي ده وانا مش عارفه البيه. هنا بقى هبص على الموضوع اقول ده كده حاجه انا لازم اقعد مع نفسي. وكل ما الموضوع يبقى عالي، المشاعر تبقى غيره جامده قوي وظاهره، هنا يبقى الموضوع ده مهم، يبقى انا كده هحطه في ان دي حاجه مهمه، انا لازم ابدا احطها كهدف واشوف انا هوصل لها ازاي. وهنشوف بقى بعد كده الخطوات. هو اول الخطوات على فكرة المفارقة ان انا هدي مشاعري دي، ان انا اتقبل ان الحاجة دي موجودة او مش موجودة، بس دي نقطة تانية. ولكن احنا هنا بنتكلم على الاكتشاف، ان انا ازاي عن طريق حاجة سلبية او مشاعر انا مش حباها او حاجة ضايقتني قوي، ان انا ابتدي اكتشف حاجة عن نفسي. بس دي كانت فكرة كده مهمة بس بسيطة، حبيت ان انا اشاركها في الفيديو بتاع النهاردة. وشكرا، نتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية.